الدوري الإنجليزي يشتعل من جديد بعد فوز مانشستر سيتي 2-1 على أرسنال ملعب مانشستر سيتي. هدف لورانشاري وهدف لهالاند وهدف تقليص الفارق لأرسنال كان سجله هيفرتز لأرسنال، كان في الدقيقة 18. فوز مهم مانشستر سيتي بيقلص الفارق لثلاث نقط مع احتفاظ بماتش فاضل لمانشستر سيتي. لو مانشستر سيتي فاز في كل ماتشاتها هتاخد الدوري الإنجليزي، فيعني الدوري يشتعل من جديد. فرق 3 نقط مع ماتش مانشستر سيتي. وكان عندنا ليفربول بيحقق فوز مهم جدا 2-1 ومحمد صلاح بيسجل هدف جميل. 2-1 على ايفرتون في ديربي الميرسيسايز، والهدف كان هدف الفوز كان عن طريق فان دايك في وقت بدل ضايع في الدقيقة 100. فوز مهم لليفربول ويحجز المقعد الخامس. عندنا ترتيب الدوري الانجليزي عندنا ارسنال مانشستر سيتي فرق 3 نقط. مانشستر يونايتد وصل للمركز الثالث بعد فوز امبارح على تشيلسي 1-0. واستون فيلا في المركز الرابع، والخامس ليفربول، والسادس تشيلسي اللي كان بادئ بموسم الى حد ما كويس تراجع المركز السادس. وليفربول بقى مانشستر يونايتد المركز الثالث، استون فيلا تاني، ليفربول الخامس. والفرق ما بينهم نقط بسيطة. يونايتد 58 نقطة، استون فيلا 58 تساوي، بس فرق الأهداف لمانشستر يونايتد. وليفربول 55 نقطة. فمن هيحسم مقعد دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم هنشوفه لسه باقي الجولات اللي هيحصل فيها. فالدوري الإنجليزي يشتعل من جديد. ودي كانت حاجة سريعة كده.